كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام لشوقه، صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة يا رب. النهاردة بقى الفيديو بناء على طلبكم، كان كذا حد سألني عن الحنة اللي في ضوافري، فأنا طالعة علشان أقول لكم أنا بستخدم ايه أو بعمل ايه. بصوا يا جماعة، في البداية أنا كنت بستخدم حنة جلوري دي أو فاتيكا أو جارني، أي حاجة يعني، مع مية الأكسجين. يعني كنت بثبتها بمية الأكسجين، وعشان كمان أديها لون فيه لمعة كده كنت بحط الحجر الأسود ده، كنت بجيبه من عند العطار بيطحن، وبعدين بتضيفيه للحنة مع شوية مية أكسجين كده صغيرين، وكنت بعملها كده. بس بصراحة مية الأكسجين كانت صعبة جدا جدا، وكانت يعني بتتعبني بمجرد ما بحطها كده. هي انتوا عارفين هي كيماويات وشديدة، رغم ان انا كنت بحط، يعني كنت بجيب اقل تركيز، يعني اللي هي ماء الاكسجين اللي هي الازازة البيضة دي. تمام. بعد كده توصلت لحنة جمانة. جمانة، بصوا هي بتيجي طبعا عكس في التصوير، بس هي حلوة جدا جدا، يعني جاهزة كمان، ما بتحضريش حاجة ولا اي حاجة. سعرها كان 15 جنيه اهي. من جوه بقى هوريها لكم طبعا. عبارة عن ازازتين اهو، بيبقى فيها ازازتين، انا فتحتها اهو. الازازة عبارة عن الحنة اهي، وازازة المثبت بتاعها شبه مية الاكسجين كده، شبه ماء الاكسجين. بس بصراحة هي حلوة جدا يا جماعة، يعني انا انصحكم بيها. سعرها كان 15 جنيه، سهلة جدا جدا. كل اللي بتعمليه بيبقى معاكي، بصوا بقى ننزل. كل الحكاية انك بيبقى معاكي غطا. انا بعمل كده، بيبقى عندي غطا، وبيبقى عندي البتاعة دي اللي هي بتاعة المانيكير دي، طبعا عارفينها. افضل لك كتير جدا جدا، احسن من دي بكتير. دي بستخدمها في ايه بقى؟ دي بستخدمها في ان انا اقلب الحنة مع المثبت. يعني انا بحط، هعمل لكم مش مشكلة، مع اني انا مش عايزة اعملها دلوقتي، بس مفيش مشكلة، عشان ايه يعني اوريكم كل حاجة عملي. اهي يا حبايبي، هي دي الحنة. انا بحط شوية كده، تمام. اقلل شوية لان انا هرميهم يا جماعة. خلاص يا حبايبي، بعدين هوريكم شكل المثبت اهو. يا رب بس الصورة تكون واضحة. انا حطيت حبة كتار عشان كنت باصة في الكاميرا. وبعجنها بدي كده بالشكل ده كده، على غطا برطمان، يعني مش صعبة ابدا، لحد ما بتبقى عجينة. عارفين انتوا عجينة الحنة اكيد، يعني بتبقى ملمسها او قوامها عامل ازاي. خلاص. كنت عايزة اتكلم عن في حبيبة قلبي عسولة شربات متابعة كده، دخلت عرفت قناتي ولقيتها داخلة على كل الفيديوهات وعمالة تقول اشتركوا عندها، هي بتفيدنا، هي عسولة بصراحة. اسمها ام جنى. انا بشكرك طبعا يا ام جنى. هي طبعا بتنصحني، بتقولي البسي جوانتي عشان انتي منتقبة وكده. حاضر من عينيا. بفكر في موضوع الجوانتي ده، خصوصا ان انا من ساعه ما بقيت احط حنه في ضوافري وكده، اما ببقى ماشيه في الشارع والله العظيم يا جماعه بفضل اخبي في ايدي، يعني ايدي في الطبيعه غير التصوير كده. التصوير هي طالعه فيه فاتحه قوي والتصوير عامل فلتر يعني. انا ايدي في الحقيقه مش فاتحه قوي كده، مش ملفته بالشكل الرهيب ده. هي بس في التصوير بتبقى بالمنظر ده عشان الكاميرا بتاعتي حديثه وكده.
تمام. بس هي والله في الحقيقة مش بالشكل ده، يعني هي عادية، ايد عادية جدا جدا بتغسل مواعين ومطحونة يعني. تمام. فحاجة كمان عايزة اقولها، انا قناتي يا جماعة تخص النساء فقط لا غير. يعني انا بقولها اهو، مفيش اي راجل يدخل قناتي، لان هي لا تعني الرجال باي شكل من الاشكال. قناتي للنساء فقط فقط فقط. خلاص يا حبايبي، بتمنى طبعا اكون افدتكم. هي دي بيبقى شكلها كده. الافضل بكتير جدا انك انت تعمليها ببتاعه المانيكير دي، لان هي بتخلي ضفرك، يعني لما بتعمليها بتظبطه، بتبقى مظبطه، يعني ما بتطلعش بره، اقصد فاهميني. ما بتقعدش تطلع بره وتبهدل الدنيا والكلام ده كله. طب عايزاها اسود بتعجنيها وبتستخدميها على طول، عايزاها بني بتسيبيها حوالي ساعة، وهم اللي كاتبين، انا مش بجيب كلام من عندي، لان انا ما بحبش الاسود بصراحة، انا بحب البني. فهم كاتبين اهو انك انت لو عايزاها تكون بني بتسيبيها لمدة ساعة، وبعدين بتستخدميها عادي جدا. بتمنى طبعا اكون لبيت طلبكم، لان اكتر من واحده سالتني حنه الضوافر بتحطيها ازاي او بتستخدمي ايه او الكلام ده كله. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. بتمنى ما اكونش طولت عليكم. بتمنى اللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.